حتى الاكل طلع عليه اساطير. دورنا لكم بقى النهارده على اغرب الاساطير اللي طلعت على الاكل في العالم كله. انا فانا امام وما تدورش ورانا. في القرن ال16 البطاطس شرفت اسبانيا، لكن في الحقيقه الشعب الاسباني ما كانش مرحب بيها قوي. ليه بقى الشعب الاسباني ما كانش مرحب بالبطاطس؟ لانهم كانوا فاكرينها سامه عشان من عيله البتنجان. وفي 1619 في فرنسا منعوا زراعه البطاطس تماما. ليه؟ قال عشان شكلها وحش. وبعض الاوروبيين كانوا فاكرين علشان البطاطس شكلها مش قد كده فاكيد كانت مليانه امراض خطيره. وكما قال الشاعر الدنيا زي المرجحه يوم تحت وفوق، النهارده مفيش طبق الا وجنبه بطاطس. يا راجل دول حشوها لحمه مفرومه. البطاطس في هولندا كيف العيش عندنا في مصر. في ناس بقى قعدت فتره طويله جدا ما تقربش من التفاح ولا تاكله، ولو شافت حد بياكل تفاح قدامهم تعامله اكنه بيعمل جريمه، وده لان هم كانوا فاكرين ان الشجره المحرمه في السماء كانت شجره تفاح، الا انه في الحقيقه نوع الشجره لحد دلوقتي غير معلوم. يعني ممكن يبقى عنب ولا تين ولا نوع فاكهه احنا اساسا ما نعرفوش. يا عم حد لاقي يجيب تفاح دلوقتي؟ ما تسيبونا ناكل تفاح. الشجرة بتاعتكم دي بتطرح ايه؟ بتطرح تفاح طبعا. تفاح؟ طب استنى شوية. في العصر الفيكتوري بقى، وما أدراك ما العصر الفيكتوري، الناس ما كانتش لسه مكتشفة عملية بسطرة اللبن أو تسخينه لدرجة حرارة عشان تقتل البكتيريا اللي فيه. المهم يا سيدي، ستات البيوت الجميلات يقرروا إن هم يشغلوا مخهم شوية ويحطوا مادة حمضية في اللبن على أساس إن كده هم بيقتلوا البكتيريا ويحافظوا على صحة أسرهم. فيموت في الحركة دي 1.5 مليون طفل، ويتصاب أعداد كبيرة جدا من الناس بأمراض المعدة والجهاز العصبي. نظافة للأبد يعني. والله طبيخك اتقدم يا حوريه. الناس اللي بتروح الجيم ومهتمه بصحتها وبالسكس باك، واخص بالذكر جيل الثمانينات اللي كان عندهم اعتقاد مهبب بان انت تجيب كوبايه لبن وتضرب عليهم 5 بيضات نيين وتشربهم كده على اساس ان ده بيزود الجسم بالفيتامينات والطاقه الجباره. ولما دورنا على الموضوع ده لقينا ان البيض الني مليان سالمونيلا، ولما بيتضاف على اللبن بيفقد 50% من قيمه البروتين للحاجات دي لوحدها. ده غير ان البيض الني على اللبن بيكون مركب صعب الهضم جدا على البني ادم. آخر أسطورة من أساطير الأكل هتعجب ناس كتيرة جدا وخصوصا ملوك المشويات. عارف البقدونس اللي بيجيلك كده لما تيجي تطلب مشويات بيبقى مفروش كده تحت الكفتة والشيش طاووق؟ ده أصلا زمان كانوا بيسموه زهرة الشيطان. ليه سموه زهرة الشيطان؟ لأنه كان نادر جدا ومستحيل تلاقي حد بياكله أو يزرعه، والمرعب في الموضوع إنهم كانوا بيستخدموه في تزيين التوابيت والمقابر، مع إنه بقدونس يعني.